الاهلي. ونروح لواحد من اشهر المحترفين في تاريخ مصر، نانا بوكو. موسم 2014 2015 اتحاد الشرطه بيعلن تعاقده مع صاحب ال 22 عام نانا بوكو من نادي بنوسخه، وفي اول موسم في 36 ماتش نانا بوكو بيجيب 11 جول. الموسم اللي بعده مصر المقاصه بتعجب بيه وبتتعاقد معاه، لعب معاهم موسمين وفي 50 ماتش جاب 24 جول، وبعتوه اعاره لنادي الشباب الاماراتي في سنه 2017. الموسم اللي بعده نانا بوكو ينتقل لنادي الزمالك لكنه ما شاركش كتير، لعب 5 ماتشات جاب جول واحد، بعدها لفه كبيره قوي، راح نادي الوكرة والمرخيه والاتحاد الماليزي وبيراك وديوا يونايتد وليله جامده قوي سعادتك. من 2023 وهو بدون نادي، وهو حاليا عنده 32 سنه بس. ونروح لواحد من اللعيبه اللي انا بحبها على المستوى الشخصي، احمد رؤوف، صاحب هدف التاهل للاهلي ضد الدفاع الحسن الحديد. احمد رؤوف اللي كان مكسر الدنيا مع انبي وكان جايب 29 جول في 100 ماتش، ينتقل على سبيل الاعاره لنادي الاتحاد الليبي ومنه على النادي الاهلي.